فعلا أسس إدريس الثاني عدوة القرويين، ولكن سنة 809 وليس 908. مساء الخير وسنة سعيدة للجميع، ونتمنى إن شاء الله تكون سنة النجاح والتفوق والهداية لوليداتنا إن شاء الله، ويرزقهم الله بالصحة والسلامة. اليوم معنا تقويم التعلمات صفحة 20 من كتاب النجاح الاجتماعيات الخاص بدرس المغرب مظاهر من الحضارة الإدريسية. ونبدأ إن شاء الله مباشرة التقويم. لن أقوم التعلمي، أنجز المطلوب فيما يلي: أحسب عمر مدينة فاس بالقرون منذ تأسيسها إلى اليوم، وأبين إشعاعها الحضاري عمرانيا واقتصاديا. سؤال ثاني: أجيب بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات التالية بعد نقلها في دفتري. أسس إدريس الأول عدوة الأندلس سنة 808 ميلادية. أسس إدريس الثاني عدوة القرويين سنة 908 ميلادية. بانت فاطمة الفهرية جامع القرويين بفاس سنة 245 هجرية. كانت مدينة فاس ملتقى للطرق التجارية في عهد الأدارسة. أنشأ إدريس الثاني دار السكة بفاس لصنع العملة النقدية. نجيب أولا على الجزء الأول من التقويم، ثم ننتقل إلى الجزء الثاني. إذا نبدأ بالسؤال الأول: أحسب عمر مدينة فاس بالقرون منذ تأسيسها إلى اليوم، وأبين إشعاعها الحضاري عمرانيا واقتصاديا. عمر مدينة فاس. عمر مدينة فاس، مدينة فاس متى تأسست؟ تأسست سنة 808 ميلادية، أي في القرن التاسع ميلادي، ونحن الآن في القرن 21 ميلادي. إذا العملية التي سنقوم بها هي 21 ناقص 9 تساوي 12، بمعنى عمر مدينة فاس هو 12 قرنا. بالنسبة لإشعاعها الحضاري عمرانيا واقتصاديا، يتجلى إشعاعها الحضاري عمرانيا واقتصاديا في عمرانيا تشييد عدة عمرانية كالفنادق والحمامات والأرحاء وجميع القرويين كذلك. أما اقتصاديا فيتجلى إشعاعها الحضاري في ممارسة أنشطة تجارية كبيع الأواني الخزفية والنحاسية والأقمشة الصوفية والحريرية والزرابي وكذلك العطارة. ثم هناك موقع مدينة فاس كوسيط تجاري بين الشرق والصحراء والشمال، وكذلك اعتبرت مدينة فاس مركزا للتبادل التجاري. وننتقل إلى السؤال الثاني: أجيب بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات التالية بعد نقلها في دفتري. أسس إدريس الأول عدوة الأندلس سنة 808. ده صحيح أم خطأ؟ ده المؤسس عدوة الأندلس ليس إدريس الأول، ولكن هو إدريس الثاني، وكان ذلك سنة 808. نكتب هنا خطأ. ثم أسس إدريس الثاني عدوة القرويين سنة 908. فعلا أسس إدريس الثاني عدوة القرويين، ولكن سنة 809 وليس 908. ده العبارة كذلك خاطئة. بنت فاطمة الفهرية جامع القرويين بفاس سنة 245 هجرية. ده صحيح. بالفعل تم بناء جامع القرويين بفاس سنة 245 هجرية، بنته فاطمة الفهرية. كانت مدينة فاس ملتقى للطرق التجارية في عهد الأدارسة. إذن هذا صحيح، فعلا كانت مدينة فاس ملتقى للطرق التجارية كما ذكرنا في الإجابة الأولى. أنشأ إدريس الثاني دار السكة بفاس لصنع العملة النقدية. فعلا إدريس الثاني أنشأ دار السكة بفاس لصنع العملة النقدية. الإجابة صحيحة. ونستدل على الإجابة عن طريق قراءتنا للوثيقة الأولى صفحة 17. سأقرأ فقط الفقرة الثانية: عام 92 و100 الموافق ل 808 ميلادية أسس إدريس الثاني عدوة الأندلس. نلاحظ بأن عدوة الأندلس أسسها إدريس الثاني سنة 808. واضح؟ ثم شرع في بناء عدوة القرويين في سنة 93 و100 الموافق ل 809 ميلادية، بمعنى أن إدريس الثاني بعد بنائه لعدوة الأندلس قام ببناء عدوة القرويين في سنة 809. وبنيت بفاس دار السكة، بمعنى في عهد كذلك إدريس الثاني، الفنادق والحمامات والأرحاء والأسواق، وقصد إليها الناس من الأندلس عام 817.
وإفريقية 860 ميلادية. إذن إفريقيا إذن يقصد بها تونس حاليا إذن مع القسم الغربي من ليبيا وجزء من شرق الجزائر وجميع بلاد المغرب. وبني جامع القرويين الذي بنته فاطمة الفهرية سنة 245. إذا للإجابة على ذلك السؤال قمنا باستخلاص الإجابة من هذه الفقرة من الوثيقة 1 صفحة 17. ونمر إلى الجزء الثاني من التقويم. هنا 3 صور ألف باء وجيم. عنوانها الأولى أحد أبواب فاس، الثانية رياض، والثالثة سقاية. والأسئلة: ألاحظ الصور ألف باء وجيم، ثم أسمي بعض المنشآت المعمارية الموجودة في مدينة فاس وأصفها. أبين وظيفة كل واحدة منها وأهميتها. أصف الهندسة المعمارية التي شيدت بها هذه المعالم التاريخية وأبدي رأيي فيها. بالنسبة للسؤال الأول، أسمي هذه المنشآت المعمارية الموجودة في مدينة فاس وأصفها. المنشآت المعمارية الموجودة في مدينة فاس هي الأبواب، الرياضات، والسقايات. ثم أبين وظيفة كل واحدة منها وأهميتها. الأبواب كانت لهم وظيفة دفاعية، بمعنى الحفاظ على أمن المدينة. أما بالنسبة للرياض فكانت لها وظيفة سكنية، يعني كانت الرياض عبارة عن منازل فخمة تمتلكها الفئة الغنية في المجتمع، وكانت يعني غالبيتها يمتلكها كبار التجار. السقاية يعني عندها وظيفة اجتماعية، أنها كانت تزود الساكنة والدواب بالماء الصالح للشرب. والسؤال الأخير من هذا التقويم: أصف الهندسة المعمارية التي شيدت بها هذه المعالم التاريخية وأبدي رأيي فيها. بالنسبة للهندسة المعمارية يعني هي هندسة معمارية إسلامية، ونلاحظ هناك بعض مظاهر هذه الهندسة المعمارية كالفسيفساء، كالأقواس، كالزخارف المستوحاة من النباتات، زخرفة الجبس، الفسيفساء كما ذكرت من قبل، ثم هناك الزخارف الزهرية كما نلاحظ هنا واضح، وهنا كذلك في هذا الباب. وأبدي رأيي في هذه الهندسة أنها هندسة معمارية عريقة ومميزة تدل على التنوع الثقافي بالمغرب وتأثره بعدة حضارات أهمها الحضارة الإسلامية. كان هذا هو تقويم التعلمات مادة التاريخ صفحة 20 من كتاب النجاح في الاجتماعيات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.